هن لانه قالوا لي اذا ما بتتعاملي معنا نحن نسلك اياها، وهن بيعرفوا انه انا عندي ولدين مدفونين بسرابة سيدي قدام جدهم، فقال لي حتدفني الثالث بايدك انت، لانه وقت حنقت له حنزلت لك اياه قدام البيت وما حتعرفي مين اللي قتله. قلت له سيدي انا بعمل مثل ما بدكم، بس بدي ابني يكون بامان وبدي مصروف الي، لانه انا مالي حدا ومقلعه من بيت اهلي وعايشه لحالي، بدي اجار بيت وبدي مصروف وبدي مصاري يعني. فوعدوني ان بالوظيفه سيدي بوزاره الزراعه، قالوا لي انه نحن حنوظفك هني على اساس انا يوم الثلاثاء هذا اللي بده يجي من تاريخ يوم الاربعاء اللي مضى، على اساس ليوم الثلاثاء اني يروح. اعطاني هي الورقه سيدي، كتب لي عليها اسم الزلمه ورقم جواله وشو بدهم مني اوراق. اسم الزلمه خالد سيدي، قال لي بتوصلي لعند وزاره الزراعه اللي بالحجاز، على الباب بتدقي له على هذا الرقم اللي موجود على الورقه وهو بيتصل فيني، وبتاخذي له هدول اللي حكم عليه وهدول الاوراق يعني اللي مطلوبه مني. قال لي هي وظيفتك، اقل شيء بتاخذي فيها بالشهر من 8 ل 10,000 ليره، ومرتب منها لانك عم تتعاملي معنا، وابنك بنجيب لك اياه وهو بخير، ويعني بتكون حياتك انه بامان كلها. وقال لي لا جيش حر ولا غيره بيحسن يوصل لك. وسيدي اخر شيء، انا الجيش الحر امبارح كمشني بتاريخ امبارح، انكمشت من الجيش الحر سيدي. انا توقعت حالي اني متت، بطلعتي من برا كمشوني، جابوني 2 ما حاكوني سيدي ولا لمسوني، بس قالوا انه لا تحكي شيء بالطريق مشان العالم. وصلت سيدي على ارني انا ما بعرف حالي وين، ولتموني اول شيء حطوني بالارض وقالوا لي عدي واستني لحتى يجي المحقق. سيدي اجى المحقق وطلبت انا منه الامان، وحكيت هذا الحكي اللي هلا انا قلته عن فيصل وعن ابو حديد وعن الضابط ابو احمد وعن العميد الحقير اللي وصلني لهون، يلي قال لي انه انت مأمنه واي شيء بصير عليك اللي احنا بنجيبك دغري. انا صار لي من امبارح العصر لحديت هلا الساعه 12 وحده بالليل ما بيعرفوا عني شيء، وجوالي مقفل ما بيعرفوا عني شيء، وما حاولوا انه يجيبوني. سيدي انا هون وقت وقفت عندهم يوم بالفرع قبل هي الاحداث كنت عم بشتري السيجاره ب100 والسندويشه ب1000 عندهم بالفرع، من عدا الناغشه اللي كانوا يناغشونا اياها، رفسه من هون وكف من هون وضربه من هون وكس اختك والله لنيك امك، يحشكوا على العيله. ليش الان اختاروك انت تعملي معهم؟ سيدي لانه انا بعرف كثير عالم بوضع شغلي. انا مدربة ملاكمة بجرمانة، كنت سابق قبل الاحداث، وحاليا فاتحة بسط ارجيل، كل السكرجية بتلاقيها على الجسر. طيب ليش الجيش الحر مسكك وجابك لهون؟ سيدي لانه دريوا فيني انه انا عم بتعاون مع الامن. وين مسكوكي؟ سيدي على الطريق قدام بيتي. يعني ما كنت بمظاهرة، نزلتي بمظاهرة سيدي انا نزلت بالمظاهرة، بس يوميتها يعني ما نزلت بغاية، نزلت والله لحتى اتفرج، بس انا ما كان عندي علم انه حضرتكم عنكم علم انه انا بفوت على الفرع. سيدي هن قال انه هن حاميني وبيعرفوا عني كل شيء، كانوا عم يهددوني انه نحن بنعرف ابنك وين وكذا، فانا صدقت هذا الحكي. فانا عم بقول لك انه هلا انا ما صدقت. سيدي انا من امبارح لليوم اكله كل وجبه بوقتها، مع دخان، مع كولا، مع قهوه. سيدي ما في واحد ضربني كف ولا واحد وجه لي اهانه، واحد فايت من برا حكى معي كلمه، فقال له المحقق اللي حقق معي قال له ما بصير انك تهين مرة، واجى اعتذر مني. سيدي لو كنت بفرع الامن ما كان اعتذر مني، كان حشك على العيله كلها من عدد التدعيس اللي باكله بالصرامة. سيدي وانا بتمنى اخر شيء منكم. مين الاشخاص اللي بتعرفيهم؟ فيصل سيدي، ابو حديد، ابو احمد، العميد منير، بعرف اشخاص بجسر الزاهرة، حسن البيك، اباتشي، مصطفى. سيدي هي ما بعرف اذا اسماء الحقيقيه او لا، بس انا بعرف شوفير التاكسي اللي حكيتي عنه. شوفير التاكسي سيدي زياد، كان يوصلني من 2 على النادي ويجيبني، كان بعجب. سيارته سابا سيدي. شو مواصفاتها؟ سيدي سيارة كثير مو معتني فيها، فكثير مهرفكة وقديمة. بس سيدي من شي شهرين طلعت معه انا، شافني بالطريق يعني وسلم علي، الله حيه ابو عرب ومدري شو، طلعي معي فتله، طلعت معه ونحن بالطريق سيدي عم نتفتل بالزاهرة، عم ندقت له بنت اسمارين. فتح السبكر وعم يسمعني انه هو بيحبها وهي بتحبه، انه هي البنت بتحبه وبيحبها. فقالت له مين في معك؟
قام ضحك وقال لها في معي بنت بينادوا لها ابو عرب. وقامت قالت له مين هي ابو عرب؟ قام قال لها هي ابو عرب اخت رجال. قالت له بلا اخت رجال بلا بطيخ. قام قال لها خذي احكي معها. قمت اخذت انا سيدي وسلمت عليها. قامت قالت لي كيفك يا عمري شو اخبارك كذا. قلت لها انا الحمد لله. انا هي المره الوحيده اللي بعرف فيها من على التليفون سيدي. قال لي انه كانت ساكنه بدف الشوك بنايات دعبور بعدين انتقلت على قرني. قال مو حابب يقول عليها لحدا. قال لانه الشباب اللي كانوا هي بتشتغل بالدعاره اللي كانوا يلفوا عليها مهددينها بالقتل. يعني هي بتعرف انه انت هي عوانية؟ نعم سيدي؟ بتعرف انه هي عوانية؟ لا سيدي انا بعرف انه بس كانت تشتغل بالدعاره ما بعرف انه هي عوانية. قل شو قصة الدرعاوية؟ سيدي في بنت درعاوية انا شفتها عندي على جسر الزاهرة. هي ما دخلها بشيء بس البنت حكت لي يلي صار معها. سيدي هي البنت نازلة من درعا بعد مو متعذبة من اهلها عمرها 15 سنة. نازلة بنت عذراء بيوقفها حاجز نظامي على الطريق. فشاب بيستحليها بعينه وبيقول لها انه انا بدي ساعدك وبدي اتجوزك ومدري شو. بيقوم بيعتدي عليها سيدي وبيفتحها للبنت بعدين بيقلعها بيقول لها كفي طريقك على الشام. وبس تكفي طريقها على الشام البنت بتكون حامل الى 3 اشهر ومو حاسه بحالها لانه هي بنت عذراء سيدي وهي هربانه من بيت اهلها يعني ما بتعرف بهالامور. سيدي على جسر الزاهره. شو اسمها البنت هاي؟ سيدي اسمها رهف. رهف شو؟ رهف العاتقي يمكن بس ماني متاكده من الكلمه بس الاسم اسمها رهف. سيدي هي البنت كمشتها انا على جسر الزاهره عم يقتلوها الشباب اللي كانوا مهددينها بسلاح وقصوا لها شعرها. هددوها بسلاح بقلب البيت اللي انا خبرت عنه. وسيدي بعد ما طلعت من عندهم ليش طلعت هددوها؟ مشان تشتغل معهم بالدعارة سيدي لانه هن شغلوها ب15,000 شغلوها ب15,000 واخذوا ال15,000 وقلعوها يعني هي قالت ما بدي اشتغل. وين طلع هذا البيت لمين؟ سيدي ما بعرف. هي قالت لي عن البنت انه في بنت كبيرة وبتشغل 2 بنات. يعني البيت هذا بيت شبيحة هذا ولا؟ ايه سيدي. لمين؟ ما بعرف لمين. لا هو حسن البيك بس على الاغلب انه شبيحة لانه سيدي انا من فترة كان في بنت وجوزها من حلب جايين كانوا عم يحلفوا لهم يمين له ولاخوه انه ما محل غير 1200 ليرة وعم يحلفوا بالله انه ما معي غيرهم هدول المصاري. فاخذوا هوياتهم وكفكفوه وصاروا يسبوا على مرته. قام قال له انت هي مو مرتك هي انت جايبها هريبة من حلب وعليها بطاقة بحث وبدنا نطالعها معنا بالسيارة. فقال له الزلمة انه ما بطالعها يعني. قال له بدك تطالعها غصب عنك بالصرمان. فوقت مرقت يعني مرقوا بالطريق هيك وردوا رجعوا. قام قال له لا مرتك عليها بطاقة تغير. نحن هلا رحنا على الفرع وتأكدنا من هذا الموضوع. قام قال له طيب مين انتو؟ قام قال له نحن الجيش الحر. الشاب اللي ضرب المرأة وجوزها قال له نحن من الجيش الحر نحن عم نساعد الناس بس انت جاي هون انت ومرتك تعرس عنا جايين من حلب ومدري شو. المهم قال له قديش بالاخر بتدفع لي لحتى اترككم وفككم من هذا الموضوع. قام قال له والله العظيم ما معي غير 1200 انا جاي لهون مشان اشتغل عيش انا ومرتي لانه ما معي غيره. قال له انا قاعد على الجسر لانه ما معي حق فندق اجار فندق روح استر حالي انا ومرتي ومالي معارف هون. هلا انت شفت جيش الحرب بيأذي حدا حسب ما شفتي؟ لا سيدي انا هي جسمي كله وهي وشي وهي رقبتي وهي كلي انا ما اكلت حتى كف منه. سيدي انا عم بقول لك ان العشاء امبارح اجاني اول ما فتنا حكوا وسالونا الاسئله. سمعنا هذا الكلام. شو بتقول لك العوينية مثلك بتورطوا مع الامن وبلغوا عنه؟ سيدي انا باذن الله انا ثبت بس كل مين مشي بهالطريق بتمنى انه الله يهديه وبس الله يهديه اذا بيسلم حاله لجيش الحر جيش الحر بيسامحه. تحب تضيف شيء ثاني على اقوالك؟ سيدي انا ما بحب اقول شيء بس انا بتمنى انه الغفران من الله والرحمه منكم وبس يعني وانه انا وابني نكون بخير. يعطيك العافيه. الله يعافيك.